في مقدمة هذا البرنامج سينضم معنا الأستاذ محسن البهادي للمحلل السياسي. أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ محسن، وأهلا ومرحبا بك معنا. بداية أود أن أسأل، سمعت مقال أسقطنا الرايات السوداء وكان يوم النصر الكبير الذي اجتمع به العراقيين في راية أستاذ محسن، عملنا المناطق وسكننا في الخنادق وكانت نصر كبير تغنى به العراقيون. نعم. طيب، هل القوى الأمنية اليوم قادرة على منع أي خطر قد يأتي من الخارج أو بمساعدة أيادي داخلية خفية على عودة خطر داعش من جديد؟ لا أخفي عليكم اليوم هناك محاولات هنا وهناك، هناك خيوط وهناك خلايا نائمة في بعض المناطق تحرك من قبل شخصيات تضررت، لكن لا خطر على العراق الآن. العراق الآن يمتلك قوة كبيرة من الجيش، من الحشد، ثم اليوم داعش أصبح المجرب لا يجرب. داعش اليوم المناطق والناس في المناطق الغربية وفي القرى جربت هذا الفيروس الداعشي التي قتل الكبير والصغير. لا يريدون إعادة المشهد السياسي من جديد للمناطق الغربية. إذن المواطن اليوم في المناطق الغربية هو مع الحشد ومع القوات الأمنية. فهناك جردان في وادي حوران في الصحراء تتخذ من المناطق البعيدة لعمل خلق بعض الفجوات في المناطق في الصحراء في المناطق الغربية للذهاب بعمل يسمى لداعش. لكن أنا أعتبر اليوم داعش انتهى عسكريا، ونجحنا في صد هذا الفيروس اللعين اللي اسمه داعش. نعم. واستطعنا أن نعبر بأمان ولا خوفا على العراق. الآن محتاجين أن نخرج من هذا الفكر المتطرف إلى الفكر المعتدل. محتاجين أن نعطي صورة واضحة للعالم. نعم. بأن العراق موحد، عراق من الفاو إلى زاخو هو عراق واحد يرفع العلم العراقي، يتغنى باسم الهوية الوطنية العراقية. لا خوفا على العراق من داعش مرة ثانية، لأن داعش انتهى ولم يكن له موطئ قدم في العراق مرة ثانية، لأن العراق وشعبه هو الآن يختلف عن 2007 و2008 عندما عصابات داعش إلى المناطق واحتلتها. نعم. الأستاذ محسن البهادي للمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامك ولكل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا. نلتقيكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات